السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة قصص واقعية. النهاردة حبايبي هنكمل السلسلة بتاعتنا بعد خلق آدم عليه السلام. نفتح مع بعض صفحة جديدة في تاريخ الإنسان. الصفحة دي تبدأ بعد اللحظة العظيمة اللي اتنفخت فيها الروح في آدم عليه السلام، وبعد ما أمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس. خلاص، احنا دلوقتي متجاوزين النقطة دي. المشهد اللي قصادنا هو بداية مرحلة جديدة، العيش في الجنة وخلق حواء. المشهد الأول، أبواب النعيم. آدم عليه السلام كان في لحظة ما تتوصفش. تخيلوا إنسان لسه نازل عليه نفس الحياة، وفجأة يلاقي نفسه في جنة الله. أنهار متدفقة، أشجار مورقة، ثمار تتدلى من غير تعب ولا جهد. مفيش شمس محرقة ولا برد قارس، مفيش جوع ولا عطش. هو بالفعل في مكان اسمه الجنة، دار النعيم الكامل اللي فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ربنا سبحانه وتعالى قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. دي كانت القاعدة الأولى، حرية كاملة. كل شيء مباح إلا شجرة واحدة بس. وهنا لازم نقف، لأن الاختبار كان في الحرية ذاتها. لكن رغم الجمال ده، آدم عليه السلام كان بيشعر بحاجة غريبة: الوحدة. الجنة مليانة أنوار وملائكة وتسابيح، لكن مفيش كائن زيه. الملائكة مخلوقات نورانية بتعبد ربها. مفيش بينهم وبين آدم المعنى الإنساني اللي يملأ الفراغ الداخلي، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، محتاج أنس، محتاج شريك. ربنا سبحانه وتعالى علمه إن النعمة مش كاملة من غير الصحبة. ومن هنا تجلت الحكمة، إن الجنة لو فضلت ممتلئة بكل شيء مادي لكن ناقصها السكن النفسي هتفضل ناقصة. خلق حواء. فألقى الله على آدم ثباتا عميقا، ولما استيقظ لقى بجواره مخلوق جديد. كانت حواء، اتخلقت من ضلعه وهو نايم عشان تكون قريبة منه في التكوين، مش غريبة عنه. الحكمة إنها اتخلقت من جواه علشان العلاقة تبقى مبنية على المودة والرحمة، مش على الغربة والانفصال. آدم أول ما شافها اتفاجئ بجمالها وأنسها، وشعر إن النقص اللي كان جواه اتملى. هنا بدأ أول حوار إنساني بين ذكر وأنثى، أول نظرة مودة، أول ابتسامة، أول شعور بالأنس. ومن اللحظة دي ابتدت القصة العاطفية الأولى في التاريخ. دلوقتي بقى مع البيت الأول في الجنة. الاتنين عاشوا مع بعض في الجنة. كانت البداية لشيء أكبر، الأسرة. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها. صدق الله العظيم. السكن مش بس مكان، السكن شعور بالطمأنينة. ودي كانت أول رسالة، إن مفيش سعادة من غير بيت مليان حب ومودة. آدم وحواء بقوا مع بعض بيتمشوا وسط الأشجار، يقطفوا الثمار، يشربوا من الأنهار، يتأملوا في عجائب الجنة. كل حاجة متاحة من غير أي تعب أو كدح. لكن في وسط النعيم كان في ضابط واحد: الشجرة. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من البداية إن الحرية مش مطلقة، وإن الاختبار بيكون في الالتزام بالحدود. تخيلوا المشهد ده: صباح في الجنة، الشمس مش بتلسع بس بتشرق بدفء جميل، الطيور بتغرد بتسبيحها، الأنهار صوتها أعذب من أي موسيقى. آدم وحواء بيتمشوا، يمدوا إيديهم يلاقوا الثمرة جاهزة، يقطفوها، يسجدوا لله ويشكروا ويتعبدوا ويتعلموا. آدم اللي اتعلم الأسماء كلها بقى المعلم الأول، بقى يعلم حواء، ويتأملوا مع بعض في مخلوقات ربنا. كل شيء حواليهم بيقول: شكرا يا رب. كانت دي أول مدرسة في التاريخ،
أول معبد وأول بيت في آن واحد. هنا بقى فلسفة الاختبار. لكن ليه أصلا كان في شجرة محرمة؟ الحكمة واضحة. الإنسان مش مجرد جسد بياكل ويشرب، الإنسان عقل وروح. لازم يعرف إن في حدود، وإن الطاعة أهم من الشهوة. الشجرة دي كانت رمز، علامة على إن الحرية لها إطار، وإن السعادة مش كاملة إلا بالالتزام بأمر الله. آدم وحواء عاشوا في النعيم ده مدة مش معروفة، لكن اللي نعرفه إن حياتهم كانت مليانة طمأنينة. ومع مرور الوقت بقى فيه اختبار مستنيهم، اختبار هيدخل إبليس على الخط تاني. كان قاعد من بعيد بيترقب ويخطط إزاي يوقعهم. وهنا بينتهي المشهد الأول، إن الجنة عامرة، النعيم مفتوح، الحب بين آدم وحواء مزدهر. لكن في زاوية بعيدة، في عين خبيثة بتراقب إبليس اللي رفض السجود ومنسيش هزيمته. كان مستني اللحظة اللي يوسوس فيها، واللي هتكون بداية فصل جديد أكتر خطورة. وهنا كانت بداية الخطة. إبليس بدأ يخطط. بص على آدم وحواء وهم عايشين في نعيم ما يتوصفش. قال لنفسه: أنا مش هواجههم بكذب صريح، أنا هحاوطهم بالكلام، وأزرع جواهم الشك، وأقلب الطمأنينة إلى حيرة. وأول مدخل لقى فيه فرصة هو الرغبة في الخلود. الإنسان بطبيعته بيحب يعيش أطول، وبيكره فكرة الفناء. فوشوشهم وقال لهم: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الكلمات كانت بسيطة لكنها تقيلة. كلمة الخلد شدت قلب آدم، وكلمة ملك لا يبلى أثرت فضول حواء. هو ما قال لهمش اعصوا ربكم، لكن رسم لهم صورة بارقة: الخلود، البقاء، حياة أبدية. آدم وحواء كانوا عارفين إن الشجرة دي منهيين عنها، لكن هنا بدأت أول معركة داخلية. إزاي؟ من ناحية صوت الأمر الإلهي: ولا تقربا هذه الشجرة. ومن الناحية التانية همس إبليس: دي سر الخلود. إبليس ما وقفش عند كده، ده كمان أقسم بالله وقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم وهو كاذب. ودي كانت أول مرة آدم وحواء يشوفوا فيها كذب مقنع. هما لسه ما يعرفوش إن في مخلوق يجرؤ يكذب ويحلف باسم الله. الثقة النقية عندهم، البراءة الأولى، خلتهم يصدقوا. هما مش متخيلين إن في حد ممكن يقسم بالله وهو كاذب. وبعد كده اقتربوا خطوة بخطوة. الشجرة واقفة في النص، أوراقها متشابكة، ثمارها لامعة. آدم مد إيده، وحواء شركته أكله. وفي اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. انكشفت العورة، شعروا بالخجل، بدأوا يقطعوا من أوراق الجنة علشان يغطوا نفسهم. ودي كانت أول مرة يدخل فيها الشعور بالذنب قلب الإنسان، أول مرة يحس فيها بالخوف من العقوبة. وهنا بقى جاء الندم والدعاء. آدم وحواء قعدوا يبكوا، الدموع نزلت والقلوب اتكسرت. فهموا إنهم غلطوا، وإنهم ما قطعوش أمر الله. وخرج من قلوبهم أول دعاء توبة في تاريخ البشر: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. كان الدعاء ده هو المفتاح، مفتاح الغفران. الإنسان غلط، لكن الإنسان تاب، وربنا سبحانه وتعالى بصفاته الغفور الرحيم بيقبل التوبة من عباده. الدروس والعبر. اللي حصل ده مش مجرد قصة قديمة، ده إعلان واضح للبشرية كلها إن الشيطان عدو. أول حركة عملها بعد طرده إنه يوسوس، ودي مهمته لحد يوم القيامة. الضعف البشري طبيعي. آدم نسى وحواء اتأثرت فوقعوا. التوبة أمان مهما كان الذنب. أول ما ترجع لربنا بقلب منكسر
بتلاقي الباب مفتوح. الحياة مش جنة، الجنة دي كانت البداية، لكن ربنا كتب على الإنسان ينزل للأرض، يختبر، يتعب، ويعيش رحلته كخليفة. وبعدها آدم وحواء تابوا، وربنا قبل توبتهم، لكن الحكم نزل: اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. دي كانت بداية جديدة، بداية فصل الأرض، بداية البشر كلها، بداية رحلة العرق والكفاح والحروب والدعاء والرجاء. تخيلوا المشهد ده، الجنة بتودعهم وأرض بتستقبلهم، من الدفء الدائم إلى البرد والحر، من السهولة إلى الصعوبة، من الراحة إلى التعب. وهنا بدأت الحياة على الأرض. أول ما نزلوا كانت الصدمة كبيرة، لأول مرة يجوعوا، لأول مرة يعطشوا، لأول مرة يحسوا بالبرد والحر. الدنيا هنا مختلفة، محتاجة شغل، محتاجة جهد. الأكل ما بقاش فيه ثمار متدلية من غير تعب، لازم يزرعوا، يحصدوا، يتعلموا الزراعة. المأوى مفيش ظل دائم زي الجنة، لازم يبنوا، يحموا نفسهم من الحر والبرد. النار، اتعلموا ازاي يولعوا النار علشان يطبخوا ويتدفوا. المشقة، عرفوا معنى الكدح، هنا الإنسان لازم يعرق علشان يعيش. لكن مع كل ده كان في رحمة، ربنا ما تركهمش، نزل عليهم الهداية وعلمهم ازاي يعيشوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الهداية الأولى: آدم ما نزلش للأرض مجرد إنسان عادي، هو كان نبي، أول نبي في تاريخ البشرية. ربنا أنزل عليه كلمات وشرائع أولية، علمه إزاي يعبد، إزاي يذكر، إزاي يعلم ذريته. حواء كانت معاه بتساعده، بتسنده. ومن أول بيت على الأرض اتعلم الإنسان إن الدين والعبادة أساس الحياة. كان في صلاة، وكان في ذكر، وكان في شكر. مرت الأيام واتكونت أول عائلة في التاريخ. حواء بدأت تلد وتجيب أبناء وبنات، والذرية كبرت، وابتدى يظهر أول مجتمع بشري صغير. آدم علم أولاده عبادة الله، وحكى لهم إزاي إبليس عدوهم من أول يوم، وقال لهم: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. صدق الله العظيم. لكن زي ما الدنيا مليانة خير بتكون مليانة ابتلاء، وهنا بيجي المشهد الأخطر: قابيل وهابيل. قصة قابيل وهابيل كانوا أول ولدين لآدم وحواء، كل واحد فيهم كان مختلف في طبيعته. هابيل كان طيب، قلبه نقي، بيرعى الغنم وبيحب يرضي ربنا. قابيل كان عنيد، غيور، بيزرع الأرض وقلبه مليان حسد. وفي يوم أمرهم آدم إن كل واحد يقدم قربانا لله، علشان يشوفوا مين اللي هيقبل قربانه. هابيل قدم أحسن غنمة، قربان نقي وصافي. قابيل بالعكس جاب أرض زرعة، حاجة ما تستاهلش. فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل، وده كان علامة القبول. لكن قربان قابيل ما اتقبلش، وهنا بدأ الحسد يولع. قابيل حس إن أخوه أفضل منه، وإن ربنا تقبله ورفضه هو. قال قابيل لأخوه: لأقتلنك. لكن هابيل رد بهدوء: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهنا كانت الجريمة الأولى. رغم كلام هابيل الطيب، قابيل ما قدرش يسيطر على غله. الغيرة والحقد سيطروا عليه وارتكب أبشع فعل: قتل أخوه. ودي كانت أول جريمة قتل في التاريخ، أول مرة يتسفك دم إنسان. الأرض نفسها شربت دم هابيل، وسمعت صرخات الحزن. قابيل وقف مذهول، شاف أخوه ميت قدامه وما كانش عارف يعمل إيه. ربنا سبحانه وتعالى أرسل غرابين يتقاتلوا،
واحد قتل التاني، وبعدها الغراب الحي بدأ يحفر الأرض ويغطي جثة الغراب الميت. قابيل شاف المنظر وفهم وقال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فآوي سوءة أخي. ومن هنا اتعلم الإنسان أول درس عن الدفن. قابيل بدأ يدفن أخوه لكن قلبه اتملى بالندم. الدروس والعبر: إن الحسد بيهلك. قابيل حسد أخوه فارتكب أول جريمة. كمان قبول العمل بالنية، ربنا بيتقبل من المتقين فقط، مش المهم تقدم ايه، المهم قلبك شكله ايه. وحرمة الدماء كمان، أول دم سفك كان إعلان إن النفس البشرية غالية عند ربنا. كمان التوبة مش دايما سهلة. قابيل ندم لكن ندمه مشالش عنه وزر الجريمة. آدم شاف ابنه مقتول وابنه التاني تايه بالذنب. الألم كان كبير، لكنه فهم إن الأرض دار ابتلاء، وإن ذريته هتشوف الخير والشر والطاعة والمعصية. ومع مرور السنين كبر أولاد آدم وتوسع المجتمع الإنساني. وقبل وفاة آدم أوصى أولاده بالثبات على طاعة الله وذكرهم بالعداوة الأبدية مع إبليس. وبعد موت آدم جه نبي جديد يكمل الرسالة، شيس عليه السلام. وده هيكون موضوعنا في الجزء اللي جاي. انتظروني، سلام.